بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دايما بلقائكم. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا هيكون عن حقوق الإنسان. هو طبعا احنا عملنا قبل كده أكتر من فيديو عن حقوق الإنسان، ولكن هو أنا عايز يعني إيه في الفيديو ده أعرض التطور الجديد اللي حصل من دول الحلف العربي. التطور ده يعني تطور كبير قوي، وهيكون ليه أثره في المستقبل، وأتمنى إن يعني أقدر أشرح في الحلقة ديت إيه هو التطور ده. بس إحنا يعني معلش برضو في الأول عايزين نفتكر الآتي أو نحط مبادئ أساسية نبتدي نتكلم على أساسها. أول مبدأ إن أمريكا والدول الغربية التابعة ليها يعني كلهم معتقدين إن حقوق الإنسان دي هم ده اختراع غربي، اختراع أمريكي مع الدول الغربية، هم اللي حطوا حقوق الإنسان وهم اللي عملوها، وإن الإنسان أساسا ما كانش ليه حقوق خالص، وهم بقى اللي بيحددوا ايه هي حقوق الانسان وايه اللي هي مش حقوق الانسان. طبعا الكلام ده يعني هو مش المقصود بيه خالص الصالح، ان احنا يعني ان الناس دي خايفه على الانسان أو لا. هو طبعا خايفه على الانسان اللي عندهم، اللي في بلادهم هم، وبيفهموه ان معايير حقوق الانسان دي اللي احنا بنطبقها هنا في امريكا لازم تطبق على العالم كله، وان يعني هي دي الاساس في الموضوع، لان هم اللي اخترعوا هذا الاختراع وهم اللي عملوه. طبعا المواطن هناك يعني يقول لك والله حريه، بعمل اللي انا عايزه، يعني اروح والله، يعني اسف بقى طبعا في برضه هنا هتبقى في الفاظ حساسه شويه بالنسبه للولاد الصغيرين يعني، لكن هم هناك في الدول الغربيه بيبيحوا حته المثليه. طبعا المثليه دي كلمه مهذبه، هي عمليات شاذة، عمليات جنسية شاذة، ان راجل يتجوز راجل او ست تتجوز ست، وبيقولوا عليها يعني الحب او حاجة زي كده، وليهم شعارات وبينزلوا مظاهرات عشان يكتروا من حقوق المثليين دول والكلام ده كله. طبعا هم لما بيجوا يعملوا الكلام ده بيشوفوا ايه اللي يتعب الدول الثانيه، الدول الصغرى مثلا، ويبتدوا يقولوا لهم لا انتوا لازم تطبقوا هذا الكلام، المعايير بتاعت حقوق الانسان دي، والا يبقى احنا هنفرض عليكم عقوبات، وممكن جدا يحصل تدخل مسلح علشان يحموا حقوق الانسان. خلينا هنتكلم عن 3 مواضيع رئيسيه في حقوق الانسان، والاحداث دي حصلت في الفتره الاخيره، يعني تقريبا في ال3-4 شهور اللي فاتوا، وحصلت مع 3 دول عربيه مؤثره جدا، مصر والسعوديه وقطر. الاحداث دي بتمس حقوق الانسان، او هم بيدعوا هذا الكلام، فهنفنط ايه الاحداث دي ونشوف رد الدول دي على المواضيع اللي أثيرت بخصوص حقوق الإنسان، والضغوط اللي مورست على الدول العربية ديت علشان يعني الابتزاز، مش أكتر من كده، هم يبقى نوع من الابتزاز علشان نسمع الكلام بتاع القوى الكبرى. طيب، أول حدث هنتكلم عنه هو الحدث اللي حصل في السعودية. طبعا كلنا عارفين ان السعودية ابتدت تاخد موقف من امريكا، لان بايدن بمجرد ما جه ومسك الرئاسة طبعا قعد يقول انا هخلي السعودية دي دولة معزولة، ومصر مش هتاخد شيكات على بياض تاني زي ما ترامب كان بيعمل، والكلام اللي احنا سمعناه ده كله. وفجأة ابتدى يسحب
صواريخ الباتريوت اللي السعوديه بتعتمد عليها في صد الهجمات بتاعت الطيارات المسيره. سحبهم من السعوديه وابتدى يتلكأ في امداد السعوديه بالاسلحه. حصلت الحرب الروسيه الاوكرانيه. منظمه دول الاوبك اللي طبعا يعني تقريبا اقوى دولتين موجودين في منظمه الاوبك اللي هم السعوديه والامارات وروسيا كمان معاهم، عملوا تخفيض للبترول. ليه؟ للمصلحه، ان المصلحه بتاعت الاوبك ومصلحه الدول اللي بتبيع البترول دوت في هذا الاتجاه، لان طبعا لما هيخفضوا البترول السعر هيرتفع وده دخل زياده ليهم وده حقهم. طيب ايه اللي حصل؟ لا، الكلام ده مش عاجب بايدن ولا عاجب الدول الغربيه، المانيا بقى وفرنسا طيب ايه الحل؟ الحل ان نبتدي بقى نطلع الورق بتاع حقوق الانسان بتاع السعوديه. طيب راح جاك سيليفان اللي هو مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي، زار السعوديه وقعد يتكلم مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، واثار الموضوع بتاع خاشقجي. ايه الموضوع بتاع خاشقجي ده؟ عشان نفتكره، ده قتلته المخابرات السعوديه، تمام، بس فين؟ في تركيا وعلى الاراضي السعوديه، لان القنصليه بتعتبر اراضي سعوديه. وطبعا تم سحب الناس ديت ودخلوا المحكمه واتحكم عليهم كلهم باحكام معينه. بس ده مش عاجب مين؟ مش عاجب امريكا. لا، طب احنا مش عارف، احنا اللي بنتدخل في المحكمه واحنا. المهم يعني خلاصه الكلام، فطبعا الامير محمد بن سلمان قال له الكلام اللي انت جيت تتكلم عنه ده ما تتكلمش عنه تاني، وحضرتك يعني خلاص لو انت عايز تتكلم في اي موضوع تاني مفيش مشكله، غير كده يعني ببساطه شديده يعني كده روح بلدكم. طبعا الكلام ده برضو جه بقى بعديه حته الخفض السعودي او خفض منظمه الاوبك للبترول. ما عجبش بايدن، راح السعوديه وجاب زعماء الدول العربيه كلهم وقعدهم عشان يبتدي يدي تعليمات ان هو البترول ده لازم ينخفض، ابتدى يزودوا زياده انتاج البترول عشان السعر بتاعه ينخفض. طبعا كل الناس اللي قعدت قالت لا، احنا مع السعوديه مفيش مشاكل، هم حرين، ده البترول بتاعهم ودي منظمه الاوبك. طبعا رجع بعد كده بايدن قال له طيب احنا هنفتح الموضوع بتاع خاشقجي. برضه نفس الرد ونفس الكلام من الامير محمد بن سلمان. عمل قال له الموضوع ده مقفول وفي كذا 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 وكل حاجه تمت، ولو عايز تتكلم في اي موضوع تاني ماشي، ما كانش نعتبر الاجتماع انتهى. طبعا الراجل خد كلمتين في جنابه ورجع. اول ما رجع امريكا قعد في مقابله صحفيه، واحنا كنا عرضنا الكلام ده قبل كده يعني. قعد مع واحده صحفيه وقال لها في اجراءات هنتخذها يعني، بس انا مش هتكلم عن الاجراءات دي دلوقتي، بس مؤكد الكونجرس طبعا كل الليله دي كانت معموله علشان الراجل اللي خاشقجي ده اللي اتقتل في من حوالي تقريبا سنه ونص او سنتين. طيب في واقعة موازية بنفس الطريقة، إسرائيل قتلت صحفية اسمها شيرين أبو عقلة، تمام؟ شيرين أبو عقلة دي فلسطينية الأصل، أمريكية الجنسية الحالية، دي المفاجأة، جنسيتها أمريكية. قتلتها بالرصاص في الشارع وكاميرات التلفزيون مصورة، كل حاجة مصورة. طبعا الموضوع ده حد فيكم سمع عنه حاجة قبل كده يعني؟ أو يعني كله أذان وهلل وبتاع وكلام من ده، وبعدين كده خلاص خلص كل حاجة. طيب منظمات حقوق الإنسان بقى بتاعتهم، بتاعت الهيومن رايت ووتش ومش عارف وإيه اللي بتاع ده الاتحاد الأوروبي والليلة دي كلها، نوم في ثبات عميق. عارفين وشايفين كل حاجة، ولكن هو كده. طيب قبل بايدن ما يروح السعودية ايه اللي حصل؟ جت واحدة اسمها خديجة ديت المفترض بيقولوا انها كانت خطيبة خاشقجي، فراحت رافعة قضية في امريكا على اساس ان خاشقجي ده كان واخد برضه الجنسية الامريكية. رفعت قضية
ان هو عايزين نحاكم محمد بن سلمان. طب ليه يا ستي اشمعنى محمد؟ عشان هو اللي قتله، هو اللي ادى الاوامر بقتله. طيب ايه دليلك على كده؟ ما هو عايزين نرفع القضيه على كده وخلاص. طبعا الاداره الامريكيه لما بايدن راح السعوديه وقال الكلام ده للامير محمد بن سلمان، الامير محمد بن سلمان قال له يعني سوري، يعني بما معناه مطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم، مفيش مشكله خالص، شغلوا المحكمه بتاعتكم وكل حاجه، بس انا محدش يقدر يحاكمني. تمام، كويس قوي. ايه اللي حصل بقى؟ بعد ما رجع بايدن السعوديه كان المفروض ان القاضي بتاع المحكمه بينتظر هل الاداره الامريكيه هتسمح له بان هو يكمل في القضيه اللي رفعها خديجه ديت اللي هي خطيبه خاشقجي، ولا مش هتسمح له الاداره الامريكيه. فطبعا الاداره الامريكيه عملت ايه؟ قالت له لا، ما تكملش في القضيه خلاص، اصل الراجل ده بقى دلوقتي عنده حصانه لانه بقى رئيس وزراء. طبعا الكلام ده اسف يعني في منتهى يعني هقول ايه، ضحك على العقول وضحك على الدقون زي ما بيقولوا. لان اساسا حتى لو ما كانش الامير محمد رئيس وزراء، لو كان مواطن سعودي عادي ما ولا تقدر ولا في كلام فارغ من ده خالص، ولا محكمه العدل الدوليه ولا محكمه العدل الشرقيه ولا حاجه خالص. الصوره اللي قدام حضراتكم هو الخبر ده بتاع ان خلاص بقى امريكا يعني مش هتقدر تعمل حاجه، بالرغم ان الامير محمد هو اللي قتل خاشقجي، بس مش هنقدر نعمل حاجه. دي كانت الصفعه الاولى. الصفعه الثانيه كانت موجهه لثلاث دول: امريكا، المانيا، انجلترا. طبعا ده بالاضافه لمين؟ لبرضو الامم المتحده وحقوق الانسان او منظمه حقوق الانسان في الامم المتحده. ايه الحكايه ديت؟ الحكايه دي ان في ولد اسمه علاء عبد الفتاح، ده بيقولوا عليه ان هو كان من الناشطين في ناشط سياسي يعني، وان هو محجوز او اتحكم عليه في قضيه راي، يعني هو معتقل. هو كان بيقول رايه الراجل، يعني لا كان بيحرض على قتل الجيش ولا قتل الشرطه ولا مش عارف ايه ولا الشغب ولا لا فيش الكلام ده خالص. هو ده ولد يعني مسالم جدا وملوش في الكلام دوت يعني. المهم طبعا الراجل ده قصته كالاتي: ان هو طبعا متهم في جنايات وليس جنح كمان، فبالتالي هو بيقضي عقوبه حبس. فلا انا ما اتحبس. تحبس ليه يا عم؟ انت فوق القانون. انا ما بتحبس. طيب خلاص، مش ولا هتطلع ولا هتشوف الشارع، انت حضرتك لما تخلص الحكم بتاعك هتخرج. يوم يعمل ايه؟ طيب انا هضرب عن الطعام. وتقوم اخته وامه مطلعين بيان يقول لك فيه ده مضرب عن الطعام بقاله 200 يوم. في بني ادم هيقعد 200 يوم ما ياكلش، بس هو لسه صاحي. صاحي ازاي؟ ما اعرفش. المهم لا ده كمان بقى هيخش في اضراب عن الميه. يعني وهو ميت مفيش مشاكل، بس هيخش اضراب برضه عن الميه. المهم يعني ما علينا يعني. جري بقى الواد ده وعمل ايه؟ امه واخته قدموا طلب ان هم ياخدوا الجنسيه البريطانيه. يا الف مرحبا، بريطانيا ادته الجنسيه وادت له امه واخته. طيب حلو قوي. طيب نسكت؟ لا، انجلترا ما ينفعش، كل جماعه الاخوان قاعدين هناك وانجلترا بتكسب منهم قد كده، كل فلوسهم اللي بيكسبوها بره بيحولوها على انجلترا، فنخسر الحته دي؟ لا. وبعدين هو علاء عبد الفتاح يعتبر جاسوس لينا، هياخد الجنسيه البريطانيه ينزل مصر يجيب لنا شويه حاجات معلومات، او يقعد في بريطانيا برضه يبقى ناشط سياسي ويتكلم بقى عن مصر بقى وعن البلاوي اللي فيها وعن 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 وعن. طب حلو قوي، اديته الجنسيه. يقوم بقى يتكتلوا بقى امريكا وانجلترا والمانيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده يتكتلوا. فين بقى؟ في مؤتمر المناخ. ما هو مؤتمر المناخ ده المفترض ان هو معمول في مصر،
لما يفشل دي فضيحة لوحديها. طيب يعملوا ايه؟ هنعمل جلسة استماع. جلسة استماع لإيه؟ في جلسة استماع في حقوق الإنسان. طيب يا سيدي اعمل اللي انت عايزه. الأمم المتحدة المفترض هي اللي بتنظم المؤتمر ده، اعمل اللي انت عايزه. جابوا طبعا اخت الواد دوت وقعدت ومؤتمر صحفي، وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، وبعدين نزلت علينا الانباء كالمطر. منين؟ طبعا من الواد اللي اسمه مطر، على ناصر، على مش عارف عبد العال، على مين على مين، العيال اللي هي فين في انجلترا ديت، وقاعده بتشتغل فاتحه الميكروفونات بتاعتها طبعا على مصر، بعد طبعا ما طردوا من تركيا. بدل ما تركيا، بعد ما تركيا رجعت لصوابها تمام، هي يعني اردوغان رجع لصوابه، طبعا مشى معظم الناس اللي عامله له قلق. المهم يعني طبعا الناس دي نزلت علينا باخبار كالمطر. وريشي سوناك اللي هو رئيس الوزراء الجديدة بتاع بريطانيا، وفي أول مقابلة ليه مع السيسي هيقعد وهيقول له تفرج عن على عبد الفتاح، وهياخد على عبد الفتاح من إيده وهو راجع بالطيارة، وبعديها بايدن هيروح مصر وهيخلص كمان على بقية الناس اللي موجودين محجوزين سجناء الرأي، وشولتز بتاع ألمانيا هيروح وهيعمل وهيسوي، وانهالت الاوامر والتهديدات على مصر علشان الاخ دوما والاخ علاء عبد الفتاح دوت ومش عارف ومين وبتاع الكشري وحاجات كده يعني. دول سجناء رأي ولازم يخرجوا. طيب ماشي، انا موافق ان واحد زي علاء عبد الفتاح ده يخرج، و يعني هيخلص المؤتمر واحنا هنشوف اذا كان الراجل ده ممكن جدا ياخد عفو، وحضراتكم تستلموه وتاخدوه بطياره على انجلترا، وهناك يكمل بقيه العقوبه. طبعا مش هيكمل ولا هينيل، مش مشكله، يكمل عندكم بقيه العقوبه، بس يتنازل عن الجنسيه المصريه عشان لما يفكر ان هو يجي هنا تاني لا يخش بفيزا بقى، مش مواطن مصري. ده مش كده كمان، ده المفترض ان هو يعني ايه، طالما خلى الجنسيه المصريه الجنسيه رقم 2 معاه، لا برضه عشان يخش مصر لازم ياخد فيزا، لان الجنسيه الاولى بتاعته اجنبيه، انجليزي بقى، امريكاني، دول الموز اللي احنا بنقول عليها جمهوريات الموز لا مش مشكله. طبعا جه الاول الاخ ريشي سوناك دوت جاي وكل حاجه عنده بسرعه، حتى لما كان عامل قاعد في مؤتمر وما تفهمش السكرتاريه بتاعته نسيت ولا هو نسي، طبعا ما هي متدربكه عندهم في بريطانيا اساسا يعني. نسي الميعاد، مش عارف السكرتير بتاعه جاله المؤتمر وشوشه في ودانه، طلع يجري من المؤتمر بذمه والنبي. يعني حاجه والله العظيم ثلاثه تضحك يعني. رئيس وزراء يعني، ورئيس وزراء انجلترا المملكه المتحده، ويطلع يجري بالطريقه اللي طلع جري بيها في المؤتمر دي. المهم يعني طبعا قعد مع الرئيس السيسي زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. مفيش روح بيكم، مفيش حاجه اسمها لا، القضاء المصري لا تدخل فيه نهائي. اما هو خد الجنسيه البريطانيه، بس الجريمه اللي ارتكبها وهو بالجنسيه المصريه وعلى ارض مصريه، يبقى لازم يكمل العقوبه بتاعته اللي متعاقب عليها هنا. طيب بعده شولتز بتاع المانيا جه مفيش روح. بايدن جه مفيش روح. لا، وبايدن جايب معاه مين؟ جايب معاه رئيسة الكونجرس، رئيسة الكونجرس يعني انا مش فاكر الاسم بتاعها. تاني يوم بعد الاجتماع طلعوا صورة السيسي واخدها تحت باطه وماشي. طبعا هو من امتى الرئيس السيسي بيعمل كده مع مش مع رؤساء، حتى مع رؤساء وزارة أو وزراء أو خالص. أي حد بيجي يزور مصر عادي خالص، استقبال. طيب هي كانت عايزة تجتمع مع السيسي، اجتمعت مع السيسي
طيب بعد ما اجتمعت مع سيسي ايه اللي حصل؟ وهي خارجه لا تحت باطل برضو حصل نفس الكلام. اصل في الكونجرس ناس بيقولوا ان كنتم حقوق الانسان واحنا في حقوق مش عارف. قال لها يعني ما نتيجه الاجتماع ده ايه؟ خارجين هي تحت باطل. طيب بعد الليله دي كلها ما خلصت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاخ علاء عبد الفتاح موجود في السجن، لا مات ولا فرفر ولا حتى ده يعني لا مؤاخذه يعني انا اسف يعني زي العجل. والله العظيم 3 انا من رايي خساره. خساره ايه؟ خساره في الاكل اللي بياكله هنا، اللي بياكله في مصر. الشعب المصري في ناس في الشعب المصري اولى باللقمه اللي بياكلها. ان شاء الله يا رب بياكل بجنيه في اليوم ولا ب10 جنيه في اليوم، ما هي الدوله هي اللي بتصرف في السجن. ان شاء الله بياكل ب10 جنيه في اليوم. خساره خساره والله العظيم 3 ياكل الاكل ده ياخد اعفاء ويخرج بره مصر، يروح يتمتع بالجنسيه الانجليزيه بتاعته هناك، تمام، ويتنازل عن الجنسيه المصريه. ولما يغور في داهيه استغفر الله العظيم يا رب يعني يتكل على الله، مالوش دفن هنا، ما يجيش يدفن في الارض المصريه، خلاص يدفن بره. يعني انا كنت قلت لكم قبل كده في فيديوهات على آية حجازي اللي هي الناشطه برضو مصريه بس واخده الجنسيه الامريكيه، وجت هنا في 2011 وعملت جمعيه اولاد بلادي، واللي هي كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده. وبرضو دخلت السجن بخصوص انها الاتجار في البشر، جابت الولاد بتوع الشوارع ولمتهم ومش عارف يحدفوا طوب على مين، وفي البتاع دي في الكارثه بتاعت 25 يناير. طبعا قلت ذهب الخبث عن مصر. والله يا ريت كل اللي هم مدانين ويعني قضوا فتره بس شرط اللي مدان وخلاص فترته تقريبا قربت تنتهي يكون واخد جنسيه بقى امريكي الماني انجليزي جمهوريات الموز اي حته. الف سلامه والرب دعيله، الف سلامه. يروح هناك بقى يتمتع بالحريه بقى ويتكلم براحته ويشتم براحته في الملك. هو بالمناسبه الجدع اللي حد في البيض على الملك تشارلز بتاع بريطانيا ده، حد فيكم عرف اسمه ايه؟ هو الجدع ده وهم شايلينه، انا جبت على فكره الفيديو والصور بتاعته وهم شايلينه، الراجل ميت يعني وده شاب صغير، لا تعرف اسمه ولا اهله مين ولا بيشتغل ايه ولا حاجه خالص. طب هو دلوقتي يعني يعني راح المحكمه ولا ما راحش؟ طب اتحكم عليه بايه؟ طب هو ميت ولا حي؟ ولا تعرف حاجه خالص. هو القضاء البريطاني مستقل ونزيه انما احنا القضاء عندنا هنا لا خالص، لا. المهم طبعا دي كانت الصفعه الثانيه، تمام. طيب نيجي بقى بعد كده لمين؟ للصفعه الثالثه. الصفعه الثالثه كانت من قطر، كانت لانجلترا برضو وامريكا. انجلترا عملت ايه؟ عمدة لندن، قطر عامله اعلانات على وسائل النقل في مدينه لندن. الاعلانات دي امر بان هي تتشال. طب ليه يا عم عايز تشيلها؟ لا اصل قطر مش سامحه للمثليين والشواذ ان هم يتواجدوا في قطر ويعملوا اللي هم عايزينه ويشربوا خمره ويشربوا مش عارف ايه والكلام ده. طب ده النظام بتاع البلد، هو حر. دي دولة مش مقاطعة عندكم محتلينها، ولا دي دولة ليها رئيس دولة وليها وزراء وليها كيان. طيب هو عمل الكلام دوت كويس. طبعا قطر ردت بان هي قالت والله انا ليا استثمارات في انجلترا. الاستثمارات دي يعني
مؤكد هتتأثر طبعا بالمعاملة، ولازم المعاملة تكون بالمثل. طيب يعني هقول لكم على حاجة بس بسيطة. محلات هاوردز في انجلترا اللي كان مالكها الفايد، اللي هو اللي كان مصري الأصل، على فكرة هو لحد دلوقتي ما خدش الجنسية الإنجليزية، مش سامحين له بيها. شوفوا يعني كان قبل كده كان مالك المتجر ده أكبر متجر في العالم، اللي هو هاوردز ده. اشتريته قطر منه، الاستثمار ده بتاع قطر. طيب لو قطر فكرت انها تبيع المعرض ده او الصرح ده، طبعا يعني باذن الله هبقى اكلمكم عن الاستثمارات بتاعه دول الحلف العربي بره في امريكا وفي انجلترا وفي الدول الغربيه. يعني الناس دي مش دريانه هي بتعمل ايه، او زي ما بيقولوا كده ايه، في النفس الاخير مع الحلف العربي. يعني يا تمشوا زينا زي ما احنا بنقول، يا اما ايه بقى، طبعا حقوق الانسان والعقوبات الاقتصاديه والكلام ده كله. باذن الله كل الكلام ده هشرحه لكم في فيديو تاني، ولكن انا بس عايز برضو اوريكم الفيديو بتاع الراجل بتاع الكونجرس لما راح في قطر قالوا له ايه ورجع برضو، اسف يعني، وقفا يأمر عيش. نشوف كده برضو الفيديو ده. I want to ask you a couple of questions on the world stage. Put your Foreign Relations Committee hat on. First of all, just about a trip that you took. You were in Qatar, and you went as part of a delegation, U.S. World Cup delegation. You tweeted a picture of you and the Qatari foreign minister. You called him a friend. You know the country is facing intense scrutiny over human rights abuses, alleged exploitation of migrant workers. Did that send the right message? Because you're getting some criticism, I'm sure you know. Yeah, well, the foreign minister is a friend, but Qatar is a complicated partner, right? This is a country that needs to do better when it comes to its record of political freedom, its protection for workers, but it is also a country that has helped us save the lives of tens of thousands of Afghanis, right? Qatar is the country where all of the interpreters and personnel that supported the U.S. military in Afghanistan go while they are awaiting processing to come to the United States. Nobody else was willing to step up and do that except for Qatar. So I think we have to just be clear about... Did you use your time to talk privately with leaders there about human rights abuses? Sure. In fact, we met with human rights leaders well in Qatar. We met with advocates for worker protections inside Qatar. And every single time I go to the Middle East, we talk about ways that we can partner with countries there, but we also raise these matters of significant human rights concerns. هو طبعا في النهاية أنا بحب أوضح يعني دي الثلاث حالات اللي احنا قلناهم دول حصلوا في الشهور الأخرانية ديت. طبعا ده بيوضح إن الحلف العربي لا ليه توجهات جديدة وليه وضع جديد، وأنا مش عايز أطول عليكم. بإذن الله هنعمل فيديوهات نوضح فيها موضوع الحلف العربي وإيه اللي هيتم فيه، وبإذن الله نلقاكم دائما على خير. سلام عليكم.